السيده الا كانت يعني قابله ما تقرقب لك ديك الجبهه تخرج لك شي بقاله من هنا. كاينه شي مرة قبل دابا تقبل لك الدر تزيد لك المرة الدر. اختي واش باغا تزوجي انت؟ باغا نتزوج الا كثير. مسحي لي ديك الكاميرا وشعلي شي ضوء زوين باش تبان هذا. قولي لي هاد الباس الصافي كديريه ديما ولا عاد درتي دابا؟ لا ديما تندير دائما. اشنو سميتك؟ سميتني غيزلان. غيزلان. شحال في عمرك غيزلان؟ عندي 34. غيزلان 34 عام. فين ساكنه غيزلان؟ انا كنسكن مع اختي في كازا، ولكن الدار ديالنا في النواحي ديال بن قرير في العروبيه خارجي. غادي شويه على بن قرير. بن قرير مشيت كليت عندكم واحد كيقولوا لي هذيك الهبيله شويته الهبيله عرفتيها؟ هبيله ما عرفتش شنو عندكم تما داك اللحم تحت الارض عرفتي؟ لا والله ما عرفت علاش هضر. دابا عندكم داك السوق في بن قرير كيدفنوا اللحم تحت الارض. ما بقاش يمكن دابا قديم. لا ويلي لا انت في كايسه ما عرفتش، عمرني ما شفت هادشي. كيشدوه يحاولوا كيدفنوه تحت الارض كيطلع طايب. سبحان الله، انا اول مره غنسمع هاد المعلومه، ما عمر داز على راسي كاع نهائيا. انا بنت تما كبرت تما تربيت تما، ما عمرني. تزوج لمده 11 عام ما جابش الله وليدات مع داك السيد صافي. وبحال الاجانب بحال الملل بحال يمكن ما عرفتش بقيت كاع بحال الاكتئاب. كثرت ما كتشوفي الناس تيجيو حتى لوراك وتيولدوا وليدات وكتشوفيهم تيكبروا وليداتهم بحال الاجانب بحال الملل بحال الاكتئاب صافي. وانا نقرر نطلق، واخا هو مسكين ما كانش باغي، ولكن انا اللي قلت خاصني نبدل حياتي. اش بغا نبقى جالسه هنا الاولاد لا. وكنت مزوجه غير في العروبيه تما كاينيه. زوجوني دارنا على 17 عام وما كنتش عارفه شنو هو الزواج. صافي بحال بديت كنستوعب بانني خاصني نبدل حياتي، خاصني ما جابش الله وليدات ما عنديش علاش نجلس تما العروبيه ونبقى غير جالسه. لا عيب كاين. جيت عند اختي جالسه مع اختي هنا في كازا وخدامه كنبيعو ونشري في هادشي ديال الماكياج، واخا ما كنديروش. وربيت هاد الوليد دوزت تقريبا شي عامين هنايا في كازا، وجاب لي يلاه هاد الوليد كانت غتخلي عليه ماماه وخديته وربيته. دابا تبارك الله راه عنده 4 سنين، يلاه نعس عنده 4 سنين. وما كنتش كنفكر نعاود نتزوج، ولكن دابا كتقولي الاعباء ديال الحياه وكنشوف داك الوليد قلت يمكن غيغلبني. وليت كنفكر كيفاش غنقدر نربيه راسي، وقلت علاش لا اللي جاب لي يلاه شي ولد الناس نمشي نتزوج ونستر راسي ويربي معايا داك الوليد، وماذا بيا يكون عنده هو ديجا وليدات حتى انا داك الوليدات ديالو نديرهم بحال وليداتي نربيهم هما وداك الوليد. هادشي علاش وليت كنفكر في الزواج بزاف مؤخرا، تقريبا هاد العام الاخر هاد العام. سبحان الله العظيم. انت مقبول، عطاك الله القبول العجيب. الله يحفظك ربي يخليك. والله العظيم. وسيدي ربي ما غيخيبكش باذن الله. ربي يعني ان شاء الله باذن الله غادي ربي غادي ييسر لك شي ولد الناس اللي غادي يدير لك تاج فوق راسك ان شاء الله الا بغى الله. ودابا انت حاليا شنو كديري؟ انا خدامه كنبيع ونشري. كتبيع ونشري مكياج قلتي؟ مزيان الله يسهل لك. والوليد اش كيدير؟ الوليد دابا معايا، مره كنخليه عند امي، يلاه جبتو تقريبا دابا شي 20 يوم. مره كنخليه عند امي في العروبيه، مره كنجيبو معايا. واخا مسكين حتى هو كيبقى يتكرفس معايا، كندي معايا الخدمه معنا مع خدمتي غير ديال راسي كندي معايا بعض المرات كنت كنخلي عند واحد المراه كتفرشي الفراشه كنعرفو معايا. داك هو المشكل اللي خلاني نفكر في الزواج. بغيت نستقر ونجلس نربيه ونولي ندير المدرسه ونجيبو. هذه هي الحاجه الوحيده اللي خلاتني نفكر في الزواج. كنشوف راسي كنكرفسو معايا وتنقول يمكن هذه المسؤوليه اللي خديت ما غنقدرش عليها. يمكن بزاف د الحوايج خلاوني نفكر نتزوج. على قبل هذاك الولد تنقول لي خصني ضروري نوفر ليه شي بلاصه فين يستقر وفين يقدر يقرا وفين كنحس به غادي. كنقول الا زاد كبر شويه غيحس بانه كنقول غادي تضرر النفسيه ديالو الا بقى بين امي وبيني انا ومره يتلاوط معايا. كنخاف من هذا الموضوع. تنقول تقدر تضرر النفسيه ديالو ولا شي حاجه. داكشي علاش قررت كنقول الا جاب لي يلاه شي ولد الناس نمشي نتزوج على قبل ولدي باش نستقر ونجلس نربي ولدي. هذه اكثر حاجه خلاتني نفكر في الزواج. واخا الحمد لله انا كابابل وبدريح وكنخدم ونجيبها من بالكلب وكنتقاتل الحمد لله. من جيت من العربيه ما كنتش كنعرف حتى فين نمشي ونجي. اول مره فاش جيت هنا بغيت نخدم جيت عند اختي وداكشي
جابني الوالد ديالي ما كنعرفش فين نمشي، والحمد لله طورت من راسي بشوي بشوي بشوي. ومثلا كنت خدامه في هذه الشركه، كنت دخلت لواحد الشركه كيبيعوا ويشروا في هادشي ديال الماكياج، بقيت بشوي بشوي بديت غير بشوي دقه دقه، درت البيرمي، خديت الطوموبيل صغيره على جهدي. دابا خدامه معايا نيت اختي وواحد البنت اخر، هما اللي تيبيعوا هكا ويشريو معايا بشوي بشوي الحمد لله. كدير الفراش ولا شنو؟ لا ماشي تنفرش، نديروا ليها بحال مثلا كنخدموا على التليفون بزاف، الناس يكومونديو وحنا كنديو تنوصلوا لهم لي كوموند بحال هكا، كيشوفوا لي برودوي اللي كنديروا فيهم دي برومو والناس يتقداو. المهم كنتقاتل على جهدي، كنتقاتل على جهدي. انا قبل داك الولد دايره بين عيني، لا كنتقاتل على قبل والحمد لله ومعيشه وبخير الحمد لله. ولكن الحاجه الخايبه اللي خايفه منها هي ما نقدرش على ديك المسؤوليه من غيكبر، وخاصني اللي يعاونني فيه. هذه هي المشكل، وخاصني نوفر ليه واحد البلاصه فين يتربى، تكون النفسيه ديالو مزيان. ما بغيتش تضرر ليه النفسيه ديالو ولا يحس براسو انه كيتلاوط معايا، فهمتي؟ هذا هو المشكل الكبير. والحمد لله انا خدامه بدراعي وكنجيبها كما تيقولوا منا بالكلب. ولكن المشكل الوحيد هو انني كنخاف من ديك المسؤوليه ديال ما نقدرش عليه، شويه يفلت ليا من ايدي، ولا ما بغيتوش يضيع ليا مثلا يكبر يقولوا ليه راه مربياك ويضيع لي. هذا هو التخوف الكبير اللي ولا عندي دابا، يضيع لي بنيتي. كنقسم لك بالله هذا هو انا ما كنتش كنفكر في الزواج الحمد لله بدراعي من نهار جيت، وانا كنتقاتل ومعيشه راسي وكنعاون حتى دارنا. وقلت في الاول فاش بغيت ناخذ، فاش كانت غتخلي عليهم وبغيت ناخذ، قلت زعما غندير غير خير، وفي نفس الوقت داك النقص ديال الامومه اللي عندي نعطيه لداك الولد. ومني بدا تيكبر معايا وتنشوفو تيكبر وكنت حاطه عند واحد المراه لدرجه انه ولد ديك المراه تيقول ليه بابا. ما عرفتش كيفاش نقول ليه هذاك راه ما باباكش، وكيفاش نحيد ليه ديك الفكره من راسو. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو التخوف الكبير اللي عندي، انني ما نقدرش نربيه وما نقدرش نوصلو لدوك الحوايج اللي انا كنتمنى نشوفو فيها. هو كل شيء ديال سيدي ربي، ولكن كنخاف من هذا الموضوع بانني ما نقدرش نوصلوا لداك الشيء اللي انا كنتمنى نشوفو به. ومن هذا الشيء كنستنجوا الاخوان انكم نقولوا من هذا المنبر الله يسمح لنا من الامهات ديالنا والاباء ديالنا، لانهم صراحه هما مسكينه ديال راسها وكتقاتل وكتبقى مرأة، يعني جهدها كاع قداش غيكون ماشي بحال الراجل، ومع ذلك مسكينه كتكافح وتعاني وتقاتل من اجل هذاك الابن ديالها باش تشوفوا احسن منها. هنا كنقولوا اللي عنده شي والدين يفرحهم، واللي ما عندوش الله يرحمهم لهم في النهار. وصراحه انا بغيت لك شي ولد الناس اللي يدير تاج فوق الراس يا ربي امين. هذه مقبوله، ومراه الله يعمر لك الدار، وانسانه كتبان الله يحفظك ربي انسانه مؤمنه صراحه زعما الحمد لله. هذا الانسان اللي غيديك سعداته، فهمتيني؟ والله سعداته. وانا كنتمنى الا كان شي ولد الناس معقول، هذه السيده فعلا كان شي انسان معقول، شحال خصو يكون في عمر اختي؟ من تقريبا انا عندي 34 من 34 ونشوف انا والله كنتمنى شي واحد تكون عنده من 40 حتى ل 50، يكون كبير بعقله، يكونوا عنده وليدات ونديرهم هما وليداتي. يعني ما يكونش عنده ديك الفكره ديال انا باقي غادي ولد وليدات. انا ما نقدرش يعني انا ما يعني خاص يكون عنده وليدات، هذوك الوليدات نديرهم بحال وليداتي. هذا الشيء اللي كاين. شكون اللي عنده من 40 ل 50 تقريبا في هذا العمر وهاد السيده مهتم بها؟ اول حاجه بعدا سعداتك، غدي واحد المراه ما شاء الله يعني منوره مؤمنه اللهم بارك واشربي لا. ثاني حاجه عندك واحد الاجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. هاد الدنيا راه فايته، عندك اجر في هذاك الابن الصغير والوليد ديرو بحال ولدك. سعداتك. شكون اللي مهتم؟ نشوف هاد السيد هذا شحال كاتب. بلاتي شوف هذا الراجل هذا 44 سنه. بلاتي طلع اخويا. شكون اللي مهتم بهذه السيده هذه؟ شنو نقول لك؟ انا مزوج وباغي يعني نعاود نتزوج. غتعدد؟ واه هادشي اللي كاين. مزيانه اختي تقدر ليها مزيانه. ايوا نطلبوا من الله عز وجل نقدروا عليها ان شاء الله. الخدمه ديالك؟ ها؟ كتخدم؟ وانا كندير تجاره.
فاش؟ عندي كار وكنعطر، كنبيع كنشري لافراي وكنبيع داكشي ديال المنظفات وداكشي ديال المواد الغذائيه في الدواول فين ساكن؟ ودكاله. ساكن في العروبيه؟ في العروبيه، والاصل ديالنا رحماني. هاكا اش بالك اختي؟ جدنا رحماني. قبلش الثاني يعني الثاني مثلا كون كان مثلا بحال كما طلق ولا من ثاني مراتو. هو الماركه راه ما يخافوش، مرته حدا ويعرفها. والله راه كنقول انا، قلت له والله سيدي لقيت شي بنت الناس ناخذها مالها، الله شرع عطا 4 هي نتفق معك. وبالنسبه لداك الشيء راه ارزاق. الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما جاش بان الانسان خاصو يقول خاصو يكون مستطاع، الا انت المراه راه يعني راه ما يمكنش لك دير 4 ولا دير 2 ولا دير 3 الا خاص يكون عندك واحد الشروط. هذه ما كايناش في الدين، يكون عندك زعما واحد فلوس ولا كذا، لان الدين كاين الاساس ديالو هو الخلق. من اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. خلقه غير دابا يعني خاصك تشوف غير الدين والخلق. دابا ما بقاش هذا العرف هذا، ولا غير خاص واش انت موفر فيك الشروط، يعني خاص يكون فلوس، يكون لاباس عليك، ويكون على الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر كان مزوج سعود. واش كان غني ولا كان فقير؟ خير البشر وليتي مزراوي. لا الرسول صلى الله عليه وسلم هي خير البشريه، البشر قالها مزراوي. وهذا هو احسن التعبير ديالي وصافي. هاكا السيده راه ما باغاش شي انسان يكون مزوج، احترموا قرارها، احترموا. انا ما نبغيش على راسي تجي ليا ضره، وانت لا تبقى هي حتى مراته مسكينه ما نقدرش. علاش تبقى فيك انت زعما دايره الحجاب ولا شي حاجه اللي امر بها الله سبحانه وتعالى؟ علاش على الله سبحانه. المراه ديالك كاينه دابا الان؟ كاينه، ولكن انايا كاين واحد البراكه بارك فيها هما في الدار وانا بارك في واحد البراكه. واش من زواج؟ علاش ماشي زواج؟ هذا النبي عليه الصلاه والسلام ديالو كان يبعد على الزوجه ديالو. ولا انت فقيت دابا بعيد على الزوجه، شنقول لك؟ انا ما بعيدش على الزوجه ديالي، انا الحمد لله معايا الزوجه ديالي. وراه انا معايا راه 2 خطوات. جوج خطوات. ولا علاش باني بالراكه وبزا جالس بوحدك تما، جالس بحال الجن تما، اش تما كتقلب باغا تدور في الثانيه. مالاش فاهم. ما فيها والو، كنقولها حداها نعرفوا واش نقولها ما كاين حتى مشكل. نقولها حداها دابا، نقولها ما عنديش مشكل. يلا في قدام هي اللي درتيها. ولكن هي راه دابا انسانه محتاجه، راه ما كتبان انا ما بغيتكش تبين، انا اسمع صوتها بان هي سامعاك وراضيه لك. ولكن حنا خصنا نعرفوا السيده الا كانت يعني قابله. ما تقرقب لك ديك الجبهه، تتقرقب لك ديك الجبهه، تخرج لك شي بقاله من هنا. كاين شي مرة قبل دابا تقبل لك الضرب، تزيد لك المراه الضرب. واخا ولكن شوف واش هي نتسنى هي تتقبل ليا؟ لا لا قبلها. لا ليه قبلها؟ لا هذه يما واش فاهم؟ وما في والو. فين كاين المشكل؟ انا المشكل ما عندي، شوف حتى المشكل فين كاين. انا ما عنديش مشكل، وانا بات لي هاد السيده هادي راه كنز هاد. والله تشوف اقسم بالله، خلي انه تيسر ما تيسرش، هاد السيده امراه مؤمنه كنز قسما ما شاء الله بالله عليها. انا بعدا نقدر نقول اول مره في البرنامج، نهار بديت البرنامج احسن وحده. وحده. انا كنتفرج فيك. بالنسبه لي انا اللايفات اللي كنشوفك راه ما كنزقلكش، راه كندير لايفات ومني كتوصل تفتح. راني عارف ما تزقنيش، جالس ديك الدار تما بانيه بعيد على المراه، علاش ما تزقنيش؟ وراه كندير انا لايفات، كندير لايفات ومني كان قتلوني بالحضره ودي الفقيه. هذه الاشارات الملح، زيد تفضل. قتلوني بالحضر. ها الاشارات الملح. لا الضحك والله سيدي. شوف فيش مشكل، شوف الله يسهل الايوان. دابا هاد السيده هادي هي ما قابلاش الثانيه. هضر معها. شوف الفقيه ما نهضر معاه ما والو. يعني هي ما باغاش، ما عنديش مشكل. نزلني والله الله يسهل عليها. غير هي راه بنت الناس كنز، كلها رزق عندها. الله يحفظك ربي يخليك. الله يسهل. الله يجيب لك انت اللي فيها الخير يا رب. عادي ما تعرف خير فيه. كلشي بارطاجي لمرتو. تمرة ما تعرف مين تدخل مين تخرج. حق لك تلاقيها زينه. هي مسكينه باغا قالت لك سير الله يسهل لك. ما عارفاش حتى هي، وقال لك شنو يقول التيك توك ولا تيك توك ولا لا والو ما في. جبت لي اخبار، قال بلا الريزو التفصيل، قال قولها. لا عادي، راه حنا عارفاني كنضحك كنجمع، كان كتكون شي مرات حاضره مع الدراري مع عادي. قال بلا الاتجاه الهوتبول، انت في ماين سيت في هوتبول. ايوا راه دابا كله كيمشي على العقليه مختلفه، واخا الله يجمعنا الحمد لله. راه حنا غاديين. الله يسهل اخويا، الله يعاون. تبارك الله.
الدار مسخط هادو ضميرك هادو عفاريت كيضرب لك الصابو يضرب لك السروال مفوه مع راسو مفضفض نعم سيدي ويعطيها على العيالات الثانيه الثالثه الرابعه من برا مع راسو ما عندوش مشكل. قول لي بغينا شي ولد الناس يكون من شحال قلتي اختي العمر من 40 الفوق من 40 حتى ل 50 من 40 حتى ل 50 الا كان شي ولد الناس معقول لهاد السيده يكون في عمره من 40 ل 50 يكتب لي في التعليقات الله يرضي عليكم 44 سنه باين ما عندكش 44 هاد السيده هذه معقوله والله العظيم صراحه وماشي انا الناس كلهم يحبوك باش يحفظك ربي يخليك والله العظيم بالله. بغينا نقرا مولاي. المهم اختي الله ييسر امرك والله يصلح الوليد ان شاء الله احنا مرحبا مرحبا شكرا تحياتي لك اختي الله يسهل عليك اختي الله يوفقك امين الله يحفظك ربي يخليك مرحبا اختي مرحبا